وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. وما يفعله هذا التنظيم في البلدان التي يوجد فيها صفحة شديدة السواد في هذا الباب، فهم حريصون أيما حرص على قتل المسلمين، على قتل أهل السنة، وعلى سلب أموالهم، وعلى سبي نسائهم، وعلى تبادل نساء المسلمين هدايا بينهم على أنهن سبايا. وهذا يحدث في كثير من البلدان. حدثني كثير من الثقات أنهم في بلد من بلدان المسلمين عندما خرجوا كان الواحد منهم يمر بالشارع، فإذا رأى فتاة أعجبته وضع عينه عليها ثم اختطفها إلى الجبل وأخذها سبية. وهكذا نرى هذه الأيام في صورهم وما ينقلون من مقاطعهم، نراهم يتهادون النساء سبايا بزعمهم، فإنهم والعياذ بالله لا يرضون إلا بإهانة المؤمنين وتقتيلهم والحرص على الوصول إلى مساجدهم والتفجير في مساجدهم، وما ذاك إلا خزي وعار لهم وخطر عظيم من أخطارهم. ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم لا ينصرون مسلما ولا يضعفون كافرا، فهم لا يحاربون الكفار بل يشتغلون بالذين ينتسبون للإسلام بحجة أنهم منافقون وأنهم مرتدون، فهم نواب عن الكفار في إضعاف المسلمين والإشغال عن الجهاد المشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وليس ما يفعله هذا التنظيم في الواقع اليوم عنا ببعيد. أشغلوا المسلمين في سوريا وأضعفوهم في حربهم مع عدوهم، وغزة تضرب بالنار وهم لا يفكرون في نصرتهم، وفي اليمن يقتل المسلمون أهل السنة وهؤلاء بأسلحتهم وقواتهم لا يحركون ساكنا، بل يفجرون ويدمرون أماكن أهل السنة، بل ويخططون أخزاهم الله لإضعاف الدول الإسلامية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. لا حقق الله لهم غاية ولا رفع لهم راية.